الله السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم جايب لكم مقطع جديد وردة فعل جديدة. اليوم مباراتنا بين مين ومين يا عبد الله؟ اليوم الاتحاد بيقابل نادي الوحدة في ملعب الجوهرة. رجعت الاتحاد في الدوري في ملعب الجوهرة، لكن الحضور الجماهيري يا عزوز لا تغلط. كيف لا؟ حضور عادي قليل عزوز، مزعلنا. إجازة ووقت كويس للجميع، بس الحضور الاتحاد مزعلنا شوية يعني. مو شرط يزعلك، احضر في الملعب عشان يفرحك. حاضرين الحمد لله. لا مو بالعدد الكفاية، وان شاء الله هذه هدف باذن الله. ولا حق الكلام عزوز، جيبوا الجوهرة ورجعوا الجوهرة. في الأخير الحضور بهذا الشكل أحس عدد قليل، لكن بالتوفيق للفريقين وإن شاء الله تكون مباراة ممتعة إن شاء الله يا رب. اليوم بنزيما مشارك مع حمد الله في منطقة الهجوم، إن شاء الله يجملوها الاثنين يا رب. قبل بداية المقطع الاشتراك واللايك المنتهي. كمل ما حيجي هدف، كمل. والكومنت. يا الله لا تنسون اللايك والاشتراك والكومنت الكويس. شيروا المقطع يا جماعة إن شاء الله. العميد يا رب. اليوم أنا داخل بحماس، واثق بإذن الله، واثق العميد بيفوز اليوم. يلا نقول إن شاء الله. لكن الوحدة ما يعني بطل الغربية كمان مشارك في الغربية، وفريق قوي صراحة ويستاهل الفوز. لو فاز نادي الوحدة حيكون المركز الثامن، لازم يفوز في هذه المباراة صراحة. والاتحاد لو فاز ولا خسر في نفس مركزه ما راح يتغير، في المركز الخامس. حنطلع بإذن الله الرابع قريبين يا رجل. عبد الله 20 دقيقة ما في هجمات خطيرة. الاتحاد مو راضي يقنعني انه راح اليوم يفوز بنتيجة حلوة. دائما الاتحاد بهذا الشكل يدخل المباراة عادي يعني. عبد الله مو شخصا، انا جالس لا والله اشكي لك همي. والله من جد ما اقصد شيء يعني. الاتحاد دائما يدخل بشكل هادي في بداية المباراة، تحصله بنهاية المباراة يحاول يسجل، تلاقي الدفاع واصلين نص الملعب يبغوا يسجلوا. ليه ما في حماس من البداية نفس النهاية عندنا الاتحاد؟ يا رب بس. يلا مروان، انت لوحدك مسكين، ايش حتسوي لوحدك؟ شوف هذا جناح عند الوحدة ومشارك في الظهير. واضح الوحدة يبغى يحافظ على النتيجة قد ما يقدر. كل مباراة حتصاب فيها زكريا، هذه رقم كم الإصابة له في الموسم. يرجع من إصابة يدخل في إصابة ثانية، يرجع من إصابة أتكلم عن الاتحاد بشكل عام، تتكلم عن زكريا، تتكلم عن الاتحاد وإصاباته. لا زكريا بشكل كثير، ما أكثر من مرة متكرر. جمهور الذهب يا لبا يا شيخ، والله انتو عشق. لو ما في تصوير اليوم كان حضرت، والله كان حضرته في الرابطة. بس بالتوفيق انت. كمل. في شيء صاير هنا. فابينو بريسو فابينو يا الله. مو فاول والله. وليد هدف وين مستحق. والله استهتار. كريم يا كريم يا بنزيما يا حكومة. الحمد لله. والله بريس فابينو هذا هدف فابينو، اقسم بالله. الحمد لله يعني نص ساعة ولا هجمة اتحاد الا هجمتين، ما فيها شيء. والله ما فيها شيء. هو اللي ماسكه يا عبد الله، صح ولا لا؟ ما انت راضي تقول الحق. ما انت راضي تقول الحق. والله مو واضح لي يا حبيبي، ايش بك؟ شوف هنا ما فيها شيء. والله ما فيها شيء. والقم يا حكومة. يا الله ان شاء الله ترجع افضل باذن الله، انا واثق. والله وليد بغشوين نو كومنت. انا متعود عليك واعرفك زين، احيانا تعطي شطحات ما لها اي معنى. ليه بيرجع للفار. والله ما يحتاج. انا اقول لك ما فيها فاول. والله انا اشوف فيها مسك هنا. اللقطة الاولى ما فيها حاجة، بس المسك في حالة مسك من فابينو. هدف ما فيها شيء. حكم ما فيها شيء. ايه لغى الهدف من جد. قلت لك فاول يا عمي. يا شيخ حسبي الله. لا والله ما فيها شيء يا عمي. ماسكه زي كذا، ايش تبغى يسوي؟ ماسكه والله ما فيها شيء يا شيخ. عزوز يا اخي شوف
ماسكه ولا لا؟ ها وليد اللي ماسكه. ها ماسكه هنا، وليد بس حاط يده. يا اخي والله حرام اقسم بالله. يا الله يا حكومة تعوض، انا باذن الله واثق فيك رغم شوف انه انا معاك يا عزوز، كورة حلوة ايوه معاك، اما يكون فيها خطأ وزي كذا تلاقيني متردد شوية، ما ابغى استعجل بالفرحة زي اللي قبل شوية. اوه يا بنزيما، اوه يا حكومة. دقت في وليد بيحسبها كورنر، دقت في وليد بخشوين. ما راح يحسبها، شايف الحكم الحكم ضدنا، الحكم واضح يبغى عندكم صح؟ مشخصنها. ايوه مشخصنها ايوه. هيزي قلت لك هذه خطيرة. عبد الله اسمع بالله لا تحتفل قدامي وخليك محايد لو سمحت، عشان لا نقلبها بدل ردة فعل مضاربة هنا. طيب انا والله من جد والله انا قلت لك انا ما بحتفل لك، لو سجلت هدف لا حتلاقيني سمحت احتفل لك. معاك والله. هدف حلو، لمسة حلوة، ذكاء من اللعيبة، طق 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 هدف، شكرا. يعني لا تغطية ولا المعيوف. شوف ها جابها دي ذكاء يا عمي، والله سحب 3 لعيبة. والله انها خفيفة يا معيوف، كيف ما جبتها دي؟ هذا اللاعب سحب 3 لعيبة يا عزوز، سحب 3 لعيبة معاه قدام وجاء من هنا. يا عمي غدر فيكم والله. روح قبلها يا معيوف، قبلها حجازي. والله ما اعرف اتكلم على مين، والله ما اعرف. انا قالوا اعطيك واحدة وي. هذه هدف شكلها كان بيعوض الاتحاد عن الخطأ اللي سواه. يا الله لا مو خطأ سواه، انت لسه صامل انه مو فاول. مو فاول. يا الله يا فابينو ما شاء الله، اشكر رجلك صلاتي على النبي. المرة الجاية ان شاء الله من حقكم والله يا جمهور العميد، المرة الجاية ان شاء الله بوف في العارضة وهدف كذا. ايه فيفا هي والله حرام عليك حمد الله والله معك بنزيما والله العظيم. هما بينهم مدري حسادة، ما يبي يعطي هذا، ما يبي يسجل هذا. من اول تكلمنا، شايف انا شايف كثير مرات تكلمنا حمد الله ما ينفع مع بنزيما وبنزيما ما ينفع مع حمد الله. بس حلوة من حمد الله الاتحاد قدم له عرض اكثر. بلنتي عبد الله انا شفتها صقعوا في وجهه، حتشوف يا عبد الله بلنتي. الحكم كانه ما يبغى يرجع للفار. يلا يا حكم طولتها. يا الله ما ابغى اتكلم عزوز وزعلك، بس اتوقع ما بيحسبها بلنتي. ايش قلت بلنتي؟ قالك ما بزعلك. بلنتي يا شيخ، واصفر. الحمد لله ازعل. ايوه خليك كذا عبوس وزعلان. الحكم يقول طلع يده، هو ما طلع يده الا طلع يده. قال لك ما سويت شيء. ها ايوه يا شيخ، وحمد الله ان شاء الله بيسجل ولا الحكومة باذن الله. الحين بتصير مضاربة على مين يشوت البلنتي. ياهو كيف ذا كله ما هي بلنتي؟ هذا يقول بكعب بالكوع، وذا يقول بالكتف، وذا يقول رفعها. بلنتي ما حد داري ايش السبب اصلا. قلت لك والله العظيم قلت لك يا اخي مفروض حمد الله يشوت، والله صراحة هو مسبب البلنتي، بس ممكن عنده دوران. هو قال انا احس بدوران بدوخة. يا حكومة، هو يبي يسجل في بابه. يا بنزيما اقسم بالله حرام عليك. قاعد ايه بلنتي وضع وهدف واللغة، والحين لمسة يد. يا حول والله يا حول. بيده واضحة. خلينا نقول مقدمة الشوط الثاني. كان ترى بيده. بداية شوط ثاني يا جماعة الخير على نكد زي ما انتم شايفين، والحمد لله على كل حال. يا رب شوط ثاني يكون افضل للاتحاد والحظ يكون معانا يا رب، واهم شيء الوحدة ما يسجل، نركز ورا شوية.
بس هذا اللي انا ابغاه. توفيق للفريقين ان شاء الله، وشوط ثاني ممتع ان شاء الله للفريقين. يلا كانتي، انت الوحيد اللي اثق فيك، انت الوحيد اللي اثق فيك. احمد خطيرة والله خطيرة. مو بلنتي؟ وليد باخشوين اقوى لاعب كان في وسط نادي الوحدة. مو بلنتي؟ صرنا نبى بس بلنتيات، ما نقدر نسجل، نبى بلنتيات. عشان كذا انا مصدوم يا عزوز، الاتحاد الى اين وصل؟ هو داخل عليه المفروض يعطي، يمكن ترى يرجع يعطي حجازي كارت، لانه شوف اوه شوف يده فيها ان شاء الله. ها اقتنعت والله بلنتي شكلها بلنتي خلاص دام الحكم شوف مستعجل. بلنتي يا رب. لمست بيده كمان ممكن. ايوه يا شيخ ايوه. على يسار الحارس حيشوت نفس مكان بنزيما. ها هتضيع. لا والله كنت حاسس انه بيسقطها والله العظيم. لا يا حمد الله، يا قليل الادب يا حمد الله. والله مفروض من اول يا عزوز يشوت ضربة الجزاء صراحة. الحمد لله يلا نرجع يا شيخ الله يعطيني روقانك يا شيخ وثقتك في نفسك في ضربات الجزاء بس. في كل شيء يا حمد الله. انت ساطي فامو يا معلم. يلا بنزيما يلا. اقسم يا حمد الله والله يا احمد الغامدي والله شكرا. الحمد لله وبنزيما الحمد لله. والله يا عبد الله بنزيما برا، والله برا. صانع الهجمة بس برا صانع الهدف. يو شفت الاتحادية والله شفت تمركز حمد الله. اتوقع منكم اي حاجة. صانع لك هدف تقول برا. شوف ايش مسوي، مبهدل الاتحاد والله، مبهدل الاتحاد والله. الاسيست يمين بالله من احمد الغامدي نظيف ومراوغة حلوة يا اخي معلم والله. ليه تعبونا لين ذا الوقت اتحادية؟ ليش والله بعد ما انطرد الموسى اقسم بالله يا عبد الله انا قلت بس الاتحاد خسران، اقسم بالله. الطارد جاب لكم فوز الحمد لله. طب هذا لو اخذ كرت اصفر ما راح يغيب عن الهلال؟ لا ما عنده كرت. وبس يا جماعة الخير وصلنا لنهاية المقطع. ألف مبروك فوز العميد 2-1 بعد معاناة يا عبد الله. صراحة مباراة كانت صعبة على نادي الاتحاد، لكن ما شاء الله تبارك الله ما في شيء صعب على نادي الاتحاد دام حمد الله جالس يلعب مع نادي الاتحاد. الساطي والله الساطي اقسم بالله دائما. انا سميته الحين مو ساطي، المنقذ لنادي الاتحاد الفترة الحالية. يخليني تدري ايش متناقض الادمي هذا، اقسم بالله يسكتني دائما. صراحة يا عزوز على كثر الانتقادات، على كثر الناس اللي تكلموا عن حمد الله، جالس يثبت نفسه مباراة بعد مباراة. لكن الحمد لله يعني رجعنا في اخر الدقائق، يعني ما كنا نبى ذا الشيء، كنا نبى نفوز من بدري، لكن الحمد لله على كل حال. ان شاء الله الاتحاد من افضل لافضل باذن الله. مباراتنا الجايه مع الهلال صعبه يا عبد الله يستر. ليه التخوف هذا الزايد؟ انا احس مع التخوف الزايد اللي جالس يخافوا الجمهور الاتحادي حيتفوق نادي الاتحاد على الهلال. يا رب الخوف الزايد يولد نجاح ان شاء الله. وبس يا جماعة الخير، يا ليت استمتعتوا بالمقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك والكومنت. دقيقة يا جماعة الخير قبل لا ننهي المقطع، اعذرون المقطع هذا فيه مشاكل، يعني مشكلة واحدة بسيطة ان شاء الله انه اللي لاحظها ولا اللي ما لاحظها يمشيها. يعني هدف بلنتي حمد الله كان صوتنا المايك مو شغال، وفي كذا هجمة ما نزلناها كان في تعليق شوية من نفس البث، لكن نعوضكم ان شاء الله في الجايات. سلام.